سفرة رمضان بتحلى بيهم، وبطريقتي هيكونوا أحلى وأحلى، مناسبين مع 90% من الأكلات، وطعمهم خطير هيعجبكم قوي. ما تنسوش تحفظوا الفيديو عشان أكيد هتحتاجوه في رمضان. أول حاجة لوصفتنا النهاردة هنبدأ نسوي البتنجان. بعمل فيه فتحات بالشكل ده، طبعا غسلته ونشفته، وهبدأ أعمل فيه فتحات من كل الجهات بالشكل ده. وبعد كده هدخله الفرن على درجة حرارة 180 لحد ما يستوي. والبطاطس سلقتها، بلاش لما نسلقها نهريها قوي، وبقطعها بالشكل ده مكعبات، ممكن تقطعوها صغيرة أو كبيرة زي ما تحبوا. وهضيف عليها خيار مخلل متقطع صغير، وكمان ذرة، وكل المقادير بالظبط هكتبها لكم تحت الفيديو. وبحب اضيف عليها شبت بيديها نكهة حلوة قوي. هسيبها على جنب، وبعد كده هنعمل الصوص. هحط هنا الزبادي زي ما قلت لكم، كل المقادير تحت الفيديو. 6 معالق من الزبادي، وكمان هنضيف المايونيز. وبحب اضيف كمان معلقة صغيرة من المستردة، اي نوع مستردة متوفر عندكم. واكيد زيت زيتون بيديها طعم حلو، وعصير ليمونة كاملة، معلقة من السكر، نص معلقة من الملح، ورشة من الفلفل الأسود. وهنقلب كل الخليط ده مع بعضه كويس جدا. وبعد كده هنحطه على البطاطس وهنقلبها، وكده خلاص هي جاهزة عشان تتقدم. وطبعا ممكن نعملها من قبلها بيوم، بتبقى حلوة قوي في العزومات. والبتنجان بتاعنا خلاص بعد ما استوى وبرد هبدأ أقشره. هو كده خلاص استوى تماما. هقشره كله واحطه في البولة، وههرسه بالهاند بلندر او اي حاجة عندنا. وهبدأ احط عليه خليط بتاعه الزبادي، وكمان الطحينة. هنا معايا نص كوباية من الطحينة، واكيد هنضيف عصير ليمون، ومن معلقة لنص معلقة من الثوم. والبقدونس بيديله طعم حلو قوي، لازم تضيفوا بقدونس. رشة الفلفل والملح، بنظبط الملح. وكمان بحب اضيف فلفل حار، ده اختياري. واخر حاجة زيت الزيتون. وهنقلب كل الخليط ده مع بعضه كويس جدا. عايزة اقول لكم الروايح تجنن. وبعد كده نقدمه. وصفتي النهاردة من احلى السلطات اللي هتجربوها، سهلة وبسيطة، وطعمها هيعجبكم جدا جدا. جربوها ومتأكدة هتعجبكم.